فهو مش فاهم. قال لي ايوه يعني انت بتشتغل ايه؟ يعني انت بتهزر فهم بيدولك فلوس؟ في ميزة في شغلانة الكتابة انه انت مش محتاج انك تبقى جزء من كيان عشان تكتب. جيت اسأل نفسي طيب هل انا املك رفاهية انه انا يوم الحد الجاي ما يبقاش في حلقة نازلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا صباح الخير على حضراتكم جميعا، يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا بصحة، ويا رب تكونوا في احسن حال. كل سنة وانتم طيبين، وعيد اضحى مبارك على حضراتكم. واتمنى ان هو كان يبقى بمثابة اعادة شحن كده للبطارية اللي انهكت كتير جدا على مدار الفترة اللي فاتت، ولسه هتنهك. يعني دردشتنا النهاردة هي دردشة انا مش حابب ان هي تكون طويلة بقدر ما هي، يعني انا كنت حابب انه لا، لازم ان احنا نلتزم، وباذن الله اعدكم يعني بمشيئة الله انه احنا نحافظ على الاستمرارية بتاعتنا في كولاج بودكاست ان شاء الله. وباذن الله يعني الفترة الجاية في يعني حاجات ان شاء الله تعجب حضراتكم، يعني هتكون موجودة. انا بس حريص ان احنا نمشي فيه slowly but sure كده، او يعني gentle steps، بخطوات ناعمة بسيطة، عشان ما نتحركش جامد قوي لفوق وبعدين نلاقي ان احنا مش قادرين نستمر او نحافظ على ده. فنبدأ فيه حاجة حاجة. والموضوع بتاع النهاردة هو يعني اقدر ان انا اعتبره مشاركة لحضراتكم، او انا بشارك مع حضراتكم الحالة اللي انا يعني كنت حاسس بيها دلوقتي، وليه هي it can be generalized او يمكن تعميمها، لانه هي معاناة قد يعاني منها كل مبدع او كل حد بيمتهن مهنة مطلوب فيه انه يطلع حاجة من جوه دماغه وحاجة من روحه طول الوقت. ودي حاجة اللي عارفها يبقى عارف ان هي حاجة مرهقة بقدر ما، لان هي مش حاجة لو انت مثلا ريحت ساعتين جسمك وجعك فريحت ساعتين هتقوم منها. لا، المعاناة الذهنية او الالم الذهني قد يستمر معاك حتى لو انت ريحت او نمت، لدرجة انه قد يكون من الوقاحة انه يستمر معاك وانت نايم يعني. طيب المعاناة دي هي معاناة التزام المبدع، او التزام بقى خلينا نقول الكاتب هنا، ان هو يقدم المنتج ورحلة تحول ده من شغف وحاجة محمسة ليه جدا للحظة اللي بيبقى ملتزم كتابة 10 صفحات في اليوم، او الانتهاء من رواية، او كتابة كامبين اعلانية، او كتابة مقال 500 كلمة. وهي رحلة يعني اوقات كده احنا ما بنبقاش بنسقط في النص. هو ايه اللي حصل انه البداية دايما بتبقى اي حد بيعرف انه ايه ده، هو انت بتكتب اغنية، بتكتب اعلان، بتكتب فيلم، وبتستمتع، والناس بتديلك فلوس على الكلام ده، فبيحسوا انه دي حاجة يعني انا عايز ابقى هنا، انا عايز ابقى في الحتة اللي انا بستمتع وفي نفس الوقت بتقاضى فلوس. يعني انا كان في حد مرة جه قال لي، وهو يعني هو مش فاهم، يعني كنت بوريله حاجة احنا لسه مخلصينها فهو مش فاهم. قال لي ايوه يعني انت بتشتغل ايه؟ يعني انت بتهزر فهم بيدولك فلوس؟ فده بيبقى انطباع كتير جدا من الناس، وبالذات الدايرة المحيطة بيك. يعني لو زمايلك مهندسين ودكاترة وموظفين في شركات وحاجات زي كده، فبيبقى بالنسبة لهم انت هيرو، يعني ان انت بتعمل ده. بس في نفس الوقت زي ما هي، خلينا نكون متفقين ان هي نعمة ونعمة كبيرة، لانه الواحد يكون مصدر رزقه ومصدر اكل عيشه وهو حماسه وشغفه، دي حاجة حلوة. بس هل بقى، يعني ده السؤال، هل هو بيظل بنفس الدرجة دي من الالتهاب والتوهج جواك؟ حبيت ان انا او قعدت كده احاول افتكر معاكم دلوقتي بداية الموضوع بتبقى عاملة ازاي. انا مش هتكلم بس عن التجربة الشخصية، بس خلينا ناخد التجربة الشخصية لانه هي قد تتشابه مع تجارب ناس تانية كتير، وهي حالة الولع الاولى كده بانه ايه ده انا بلحن، ده انا النداهة بتاعت الموضوع ده عمالة تاخدني، ده انا مش عايز اخرج مع حد، ده انا عايز بس افضل اعمل الكتابة او اي مكان المنتج اللي بطلعه ده حابب ان انا افضل اعمله كتير. بتبقى هي دي بالنسبة لك الملاذ والمأمن من المذاكرة، من شغل تاني انت بتعمله. ده ما بيستمرش بس كده كتير، بتبقى انت طب انا خلاص، ما انا بعمل ده، انا عايز اعمله في اطار مؤسسة، عايز حد ذو يعني
يعني ذو مصداقية، يعترف بالحاجة اللي انا بقدمها. يعني بتكون ساعتها جزء من مؤسسة او بتكون جزء من كيان بتقدم ده، وده بيكون بالنسبة لك شيء مفرح جدا وحماس. وانا بقيت شغال في الجورنال الفلاني، او شغال في القناة الفلانية، او بكتب فيلم الفلان، او بكتب اعلان لفلان. بس بتبقى عايز انه الناس، يعني في الاول دايما اي حد بيدخل مؤسسة ما بيطلبش منه الشغل على طول، يعني نادرا ما بيطلب منه شغل على طول، دايما بيفضلوا راكنينه كده شوية، حتى تلاقي ناس بتبقى مثلا بتصور ورق، تعمل حاجة. اللحظة اللي انت بتلاقي في حد بيطلب منك شغل دي بتكون لحظة مفرحة جدا، انه انا طلبوا مني موضوع في الجورنال النهاردة، انا طلبوا مني النهاردة ان انا اكتب فكرة اعلان لحاجة، فانا مبسوط جدا. تفضل ان انت في الحالة دي فترة لحد ما بيبدأ الموضوع يصطدم شوية بصخرة الواقع، وهي رغبتك انه انا عاوز ابدأ اتقاضى مقابل مادي عشان اقدر البي احتياجاتي، لان انا مش هفضل اقول لوالدي او والدتي هاتوا مصروف انا نازل الشغل. اللي بيحصل انه انت بتبدأ تتقاضى حاجة، وفي الغالب اللي بيمتهن مهنة ابداعية في الاول بيبدأ يتقاضى مبالغ زهيدة جدا، يعني تبدأ بعد وقت تحس انه لا انا استحق اكتر، وانا ليه كتبت الموضوع الفلاني وخدت بس المبلغ القليل ده. فبتبدأ انه الحاجة الوردية الناعمة الجميلة دي يجي عليها شوائب اكتر شوية، ويتحول الموضوع بقى في اخر مراحله، غير ان انت عايز تروح مكان اكبر تبدأ تتقاضى فلوس اكتر، لحتة المعاناة ان انت ملتزم، او زي بقى ما هو موضوع عنوان الحلقة النهاردة، انه انت ملزم انك تطلع هذا الكم او هذا القدر من الانتاج بشكل دوري، كل اسبوع، كل يوم، كل شهر، حتى لو انت مش عاوز او مش متحمس. ودي بتكون حاجة يعني مزعجة بقى جدا، وانا مش عايز اعمل ده بس انت ملزم. هل ده بيبقى سخيف بس لو هو في اطار مؤسسة؟ انا هقول لحضراتكم على حاجة، انا عن نفسي ببقى بالعكس مبسوط اكتر، او مش مبسوط بس بحس انه قدرتي على الانجاز بتكون اعلى كتير جدا لو هذا الالتزام تجاه مؤسسة او تجاه جهة منتجة دفعالك فلوس عشان تعمل الحاجة دي، لانه ساعتها انت بيبقى اصعب كتير جدا انك تروح تقف قدام الراجل ده تقول له والله انت اديتني الفلوس دي بس انا معلش ما كتبتش حاجة، تبقى تقيلة وسخيفة ومزعجة. لكن الاصعب بقى بيبقى امتى؟ الاصعب لما بتبقى انت ملتزم قدام نفسك. في ميزة في شغلانة الكتابة انه انت مش محتاج انك تبقى جزء من كيان عشان تكتب. يعني انت لو عايز تكتب فيلم فكل اللي انت محتاجه ممكن ورقة وقلم او الكمبيوتر بتاعك وتبدأ ان انت تكتب. كانت شوندا رايمز كاتبة المسلسلات العظيمة والرائعة كانت بتقولك انه being a writer is the only job that you don't need to be hired for. ان انت تمتهن مهنة الكتابة فانت مش محتاج حد يهاير يو او حد يعينك، انت بتعين نفسك، او انت بتبقى ملتزم كده، او بتشغل نفسك وبتبقى ملتزم قدام نفسك انه انا هطلع الكم ده من الانتاج بشكل يومي. وزي ما ده جميل انه انت مش محتاج انه حد يديلك الاعتراف في الاول، لكن الصعب في الموضوع ده بيبقى لو انت ملتزم قدام نفسك انت بحاجة، وشعورك اخر اليوم انه انت ممكن تبقى كان عندك حاجات كتيرة جدا تعملها وما عملتهاش وخذلت نفسك. دي بتكون حاجة مش مريحة خالص. والصعوبة هنا بتيجي انه انت الشخص اللي بيدي الاوامر وانت برضو الشخص اللي بيدي الاعذار. يعني انت بتدي التزام لنفسك انه انا النهاردة محتاج اني اكتب 500 كلمة عشان عاوز انزلهم عندي على البلوج، او ان انا هكتب 10 صفحات في الفيلم، او هكتب معالجة، او هكتب تتابع، وانا محدد ده مع نفسي. جيت دلوقتي قلت لا والله انا بقالي كتير ما زرتش قريبي الفلاني ده، او بقالي كتير ما قابلت صحابي، او تلاقيهم بيتصلوا بيك احنا على القهوة ما تيجي بتاع مش عارفه لا والله انا عندي كتاب، طيب انا دلوقتي عندي تسجيل بس اصل دلوقتي عيد وبتاع وانت يعني ممكن تقضي زيارات عائلية اكتر، يا سيدي افصل يا سيدي انت بيرنت اوت، يعني لا استريح شوية وبتاع. فانت اللي بتدي الاوردر او الامر، وفي نفس الوقت انت اللي بتدي عذرك لنفسك. فبيكون او من هنا بتبقى في منطقة الصراع
الصراع، المعاناة اللي انت بتحس بيه، انه مش بس انت ملزم قدام حد وفي مثلا عربون او حاجة، لا ده انت ملزم قدام نفسك. فانت في نهاية اليوم بتبص لنفسك في المراية تقول انا كان المفروض اخلص ده وما خلصتوش. انا بقول لكم ده او بشارك معاكم ده دلوقتي لانه ده بالظبط اللي انا مريت بيه او حسيت بيه بالظبط وانا قاعد شغال على الحلقة دي. انا بسجلها اول يوم العيد بالمناسبة، فحس ان انا طب انا دلوقتي عايز افصل شوية، انا مضغوط جامد، كان عندي شغل كتير بجانب البودكاست، بجانب ان انا عندي يعني بروجكت تاني شغالين عليه، فانت في حالة اجهاد ومعاناة. بس جيت اسأل نفسي طيب هل انا املك رفاهية انه انا يوم الحد الجاي ما يبقاش في حلقة نازلة، بصرف النظر عن الكم اللي هيشوف او هيتفاعل مع الحلقة دي؟ هو على فكرة شعور مش سهل، لانه انت خاصة لو انت مثلا بتقدم الحاجة وعدد الناس اللي شافها مش كتير، انت تقول يا عم خلاص انا كده قدمت ده، وعدد الناس اللي شافوه مش ضخم يعني. بس بترجع تقول لا، هو انت محتاج انك تلتزم. هو انت في كام مرة كنت لو التزمت مثلا 2-3 زيادة كان ممكن تشوف نتيجة؟ انت دلوقتي ما التزمتش فعمرك ما هتشوف نتيجة، لكن انت دلوقتي لو التزمت ممكن تشوف النتيجة دي. وانا شايف انه انا بصراحة خلصت رصيدي من فرص عدم الالتزام يعني في الحاجات اللي هي خاصة المنتجات الديجيتال دي، حتى لو هي ما كانتش يعني بتلاقي نفس الحفاوة، بس انت محتاج انك تلتزم بحيث انه الشخص اللي هيحط ده في البلان بتاعته في الاسبوع مثلا انه يوم كذا فلان هينزل حلقة او هينزل موضوع جديد، ابقى انا اليوم الفلاني ده عارف ان انا هصحى زي ما احنا بنعمل مثلا يوم الحد الساعة 8 الصبح الاقي الحلقة نازلة، اقدر ان انا اسمعها معايا وانا في رايح الشغل في بداية الاسبوع. فده محتاج استمرارية والتزام قدام نفسك. مش عارف ليه فكرني ده بالجواز يعني. حسيت انه هو رحلة الكونفرجن دي او رحلة التحول دي بتبقى عاملة بالظبط زي تحول البنت اللي انت بتبقى مبسوط ان انت قاعد بتكلمها وتسهر بالليل وتسمع اغاني وتحس كده بكيميكال سخنة في مخك كتير، لمرحلة انه نفس البنت دي بتبقى بتكلمك وانت جاي تقولك هات لنا مثلا خضار ولا هات لنا فينو ولا هات لنا حاجة. هل ده معناه انه الموضوع بقى اوحش؟ لا، هو مش بقى اوحش، هو بدأ ياخد فيز تاني. الفيز الاولى بتبقى انت فيها لسه بتبحث عن الاعتراف، وبالمناسبة ده كان موضوع الحلقة اللي فاتت، فلو انتم ما سمعتوهاش تقدروا انه حضراتكم تسمعوها واتمنى ان هي تعجبكم يعني. وبيبقى في مرحلة تانية انه خلاص يا سيدي احنا اعترفنا بيك وعرفنا ان انت بتعرف تعمل الحاجة دي، فخلاص عاوزينها منك يعني، عاوزين ان انت بقى تقدم لنا ده. خلاص احنا we have considered you يعني او اعتبرناك خلاص السيناريست الضخم جدا او المذيع الضخم جدا او الكاتب الضخم جدا او المخرج او اي مكان، فخلاص انت محتاج دلوقتي تستمر في تقديم الحاجة اللي انت بتقدمها. هو نفس الموضوع، فكرة الالتزام ما قبل في مرحلة البدايات لحد لا الالتزام بعد ما we have considered انت خلاص بقيت جوزها يعني، خلاص بقيت اقرب حد ليها. فدلوقتي لا، لازم بقى يبقى عندك يتحول الموضوع لا مش بس يبقى المحرك ليه الكيميكالز المحمسة اللي بتسخن الدماغ اللي بتحس بيها وانت لسه مخلص مقالة في الاول كده ونفسك حد يقراها، او تخلص قصة ونفسك حد يشوفها، لا لمرحلة انه خلاص انا عرفت ان انت دلوقتي كاتب مقالة، انا عايز بعرف انت هتقول ايه النهاردة، فلازم تفضل تطلع ده. اكتر حاجة حسيتها ممكن تكون معبرة عن ده هو الجملة اللي كتبها الشاعر الجميل يعني الاستاذ مرسي جميل عزيز رحمة الله عليه على لسان ام كلثوم في سيرة الحب. الجملة او الكوبليه اللي بيقول نتعب نغلب نشتكي منه لكن بنحب. اعتقد دي ممكن تكون خير ختام وملخص للموضوع، لانه هي بتمثل او بتجسد كل علاقة حب وشغف، سواء بمنتج انت بتقدمه متحمس ليه جدا او في علاقة حب وشراكة يعني. هذا ما تيسر لنا قوله يعني النهاردة. وتاني اتمنى لحضراتكم انه بداية الاسبوع دي تكون حقيقي بداية يعني فيها انطلاقة اكتر، واتمنى انه دردشتنا النهاردة تكون
مفيدة او ملهمة او مؤنسة لحضراتكم بشكل من الاشكال. ولو عجبتكم ممكن تعملوا سبسكرايب للقناة. لو انتوا بتسمعونا على يوتيوب ممكن تعملوا اشتراك في البلاتفورمز التانية الخاصة ببودكاست، سبوتيفاي، جوجل بودكاست، ابل بودكاست. وتستنونا بإذن الله الحد الجاي ومواضيع يعني اتمنى ويعني لسه فيها شوية مفاجآت كده صغيرة، اتمنى ان هي تبقى مفيدة ولطيفة لحضراتكم. وشكرا جدا جدا لحضراتكم، والسلام عليكم.